بنرحب بيكم مرة أخرى وحوارنا عن المشهد طبعا الانتخابي بالنسبة لرئيس مصر القادم، ويسعدنا أن يكون معانا الدكتور ممدوح حمزة. والدكتور ممدوح حمزة طبعا هو مهندس استشاري عالمي، وأيضا نتذكر له أنه قائد أول اعتصام لطلبة كلية الهندسة سنة 68. برحب بيك كناشط سياسي ومحلل أيضا للمشهد، وكيف ترى المشهد الآن؟ أنا شاكر جدا لدعوة حضرتك، بس اسمحي لي أنا مانيش سياسي، تاريخي كله ملوش أي علاقة بالسياسة ومانيش محلل. أنا هكلم حضرتك. يعني جلستك مع السادات بعد اعتصام الطلبة في هندسة ما كانتش سياسية والتفاوض معاه؟ السياسة شيء والاعتصام والثورة شيء تاني. فأنا ثوري انضميت لصفوف الثوار في الثورة، وبتكلم بصفتي مواطن مصري شاركت في الثورة، وببص على ما يحدث الآن من أعلام ميدان التحرير. أفندم؟ من أعلام ميدان التحرير، يعني من ضمن الثوار اللي شاركوا في ميدان التحرير وقعدوا طول الوقت إلى آخر اعتصامات وآخر مظاهرات. فطبعا بصفتي مواطن مصري أنا شايف اللي احنا بنشوفه النهارده يمكن يكون أهم نتيجة من نتائج الثورة. المشهد اللي حضرتك بتسميه مشهد النهارده ده جزء من مشهد كبير بدأ من ساعة لما أعلنوا عن الترشيحات، ولأول مرة الشعب المصري قاعد يختار ويسمع، واللي بيرشح نفسه بيعرض نفسه على الشعب المصري عشان يقنع الشعب المصري بانه العرض ده كان مقنع بالفعل. يعني انت تقييمك مش مهم العرض مقنع او لا، مهم ان احنا في هذا المشهد ان احنا قاعدين النهارده حاطين رجل على رجل يا شعب يا مصري، واللي ناوي او اللي شاف في نفسه كفاءة ان يكون رئيس جمهوريتنا بيقول انا بقول لكم انا نفسي ابقى رئيس جمهورية عشان عاوز اعمل كذا كذا، ومن فضلك يا شعب يا مصري انتخبني. دي اهم نتيجة من نتائج الثورة. شايفة الحبر الفسفوري على صباعك؟ طبعا. اللجنة كان اخبارها ايه؟ لا الاقبال ضعيف، ومثالي الاخوان لسه ما نزلوش، هم بيسخنوا النهارده نازلين بكره. اشمعنى؟ انا لفيت على لجان كتير بصفتي ان انا من احد عندي توكيل عام رسمي من احد المرشحين، فلفيت على حوالي يمكن 7-8 لجان. بأقارن ذلك بلفي ايام انتخابات مجلس الشعب. انا متهيألي الاخوان هينزلوا بكره. تهيألك ليه؟ يعني ما شفتهمش. رؤيتك دي ليه؟ ما شفتهمش. لا، ما انا بيتعرفوا على طول. نشوف بكره. طيب كان ليك تصريح يمكن اثار جدل في 3 مايو، وقلت ان المجلس العسكري له مرشح ولكن ليس عسكريا وعدوك ابن كارك. لا، هو للاسف انا اعترضت وشالوها. انا ما قلتش كده، انا كلمت الجريده، انا قلت المجلس العسكري لا يمكن يكون له مرشح عسكري. ما مش هيخلوا واحد منهم يبقى قائد عليهم، ده وجهه نظري. فكل اللي قلته ان لو كان هيبقى لهم مرشح مش هيكون عسكري، ده اللي انا قلته. وتم التصحيح بل رفع كل الكلام اللي اتقال، لان للاسف الشديد الصحافه النهارده بسبب التليفون يعني الدقه للاسف الشديد ما كانتش. طب دكتور ممدوح، انا هعيد تاني اللي قلته ان المجلس العسكري لن يكون له مرشح عسكري، وده تم بالفعل وده اتحقق. انا ده توقعاتي لن يكون لهم 10. ولو كان هيدعموا اي حد، هم ما دعموش، بس لو كان مش هيكون عسكري، ده وجهه نظر يعني. طيب في ظل عدم وجود صلاحيات محدده للرئيس القادم، زي حضرتك شايف ان هو يعني هيبقى المخرج في السلطات المختلفه، سواء السلطه التشريعيه التنفيذيه القضائيه، يعني الفصل ما بين السلطات هيبقى ازاي؟ هيتم ازاي؟ شوفي حضرتك، اولا احنا عايشين زي ما قلنا عايشين حاجه عظيمه جدا، وبنشوف لاول مره اللي عاوز يبقى رئيسنا بيتودد الينا. كان زمان رئيسنا بيضربنا بالجزمه، النهارده رئيسنا بيتودد الينا. بجانب عظمه هذا الموقف في موقف تاني سيء جدا، ما عندناش دستور، وبالتالي ما عندناش صلاحيات في رئيس الجمهوريه. ولكن الشيء الواضح من الاعلان الدستوري
ان في فصل ما بين السلطات. يعني كل ما تردد من الجماعه بتوع مجلس الشعب عايزين نشكل حكومه عشان الاغلبيه، ده كلام صبياني. مش قادر اصدق انه بيطلع من ناس مسؤوله يعرفوا ان هم يعني مجلس الشعب هو اكبر جهه متخصصه في التشريع، وتعرف تماما هناك فصل بين السلطات، وان السلطه التنفيذيه رئيسها رئيس الجمهوريه، ولكن يضم اليه كل الوزارات. فاحنا برضو عايشين في مأساة كبرى لعدم وجود دستور وعدم وجود صلاحات واضحه لرئيس الجمهوريه، وان كان بعضها موجود في الاعلان الدستوري، فسوف تنتقل الصلاحيات من المجلس العسكري في الجزء الخاص بالسلطه التنفيذيه لرئيس الجمهوريه، زي ما انتقلت الصلاحيات الخاصه بالتشريع للمجلس الشعبي. فانا مانيش شايف مشكله كبيره الا عدم وجود دستور. طب والقوى السياسيه هيشتغل بالصلاحيات اللي موجوده في الاعلان الدستوري. القوى السياسيه اللي قطعت الانتخابات، وجهه نظر حضرتك في هذه المقاطعه؟ هو في مقاطعه صامته، في مقاطعه شعبيه صامته. يعني في ناس فقدوا الثقه في عمليه التحول الديمقراطي، لان هم راحوا قال لك احنا ندي لاهل الدين، الناس اللي بيعرفوا ربنا، فادوهم صوتهم ولقوا اداء سيء جدا في مجلس الشعب، لم يتحقق شيء في 4 اشهر. وفي قوى سياسيه ايضا قاطعت الانتخابات. في قوى سياسيه بسيطه بسيطه جدا، انما المقاطعه الصامته الاكبر يا استاذه هي المقاطعه الشعبيه. وده سبب النهارده الاعداد ما كانتش كما هي متوقعه. الاعداد النهارده، بس ممكن كمان انا بعتبر عدم وجود اعداد كبيره ناتج من كذا حاجه. اولا ان الناس ممكن ان مفيش اجازات يوم الانتخاب، الجو كان حر جدا النهارده، وبعدين تقلص عدد اللجان الانتخابيه، ففي بعض الناس ممكن هتمشي على رجليها 20 كيلو ومسافات اكتر عشان توصل اللجنه الانتخابيه. مع هذا شفنا ان كبار السن هم الاكثر تواجدا في اللجان. لا احنا شفنا ليه، لا هو مش الاكثر تواجدا، يعني مش كبار السن، بعد السيدات. بعد السيدات. لا هو مش كبار السن، عايز اقول اللي ايه، في تواجد للي هم مش شباب اكتر من الشباب. انما ممكن بكره العدد يزيد شويه لو توقعاتي سليمه ان الاخوان يعني كاستراتيجيه ما نزلوش النهارده، او يمكن لو نزلوا في الصعيد ما نزلوش في الدلتا اللي بيقسموا رجالتهم. انا متوقع اقبال اخواني بكره. علاقه الرئيس القادم بالقوات المسلحه المصريه، هل هيبقى هو القائد الاعلى للقوات المسلحه المصريه؟ طبعا ده قانون، حد يقدر يقول غير كده؟ ويكتفي بتعيين وزير كده هيدوروا مكتب في مناقشه. الرئيس القائد الاعلى للقوات المسلحه ورا شعب مصر كله. حد هيقدر يفتح بقه مع واحد جاي بالصناديق باراده الشعب المصري، اي واحد من اللواءات ولا الفريق ولا المشير ده معين صح، انما رئيس الجمهوريه منتخب، يبقى ماني اقوى؟ المنتخب بالظبط. وما افتكرش ان القوات المسلحه تعترض على كده. طب وماذا عن مناقشه ميزانيه الجيش؟ هنا لازم نبص على ميزانيه الجيش من وجهه نظر احنا كتبت فيها قبل كده، وعلى انا كتبت يعني في الموضوع ده ورأيي واضح تماما. ميزانيه الجيش الخاصه بالتسليح وقطع الغيار والتدريب والمناورات وخلافه دي يجب ان تظل سريه، بمعنى هيبقى في لجنه من القوات المسلحه، رئيس مجلس الشعب، رئيس مجلس الشورى، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ربما يعني بعض الشخصيات هم اللي يطلعوا ويتاكدوا من حسن السير والسلوك في هذه الميزانيه، وهذا يكفي. اما الشق الاخر من ميزانيه الجيش اللي هو بيسموه الشق الاقتصادي للجيش، وانا مش ضده بالمناسبه، بس يجب ان يقنن. لازم ده يكون تحت الجهاز المركزي للمحاسبات ومعلن في مجلس الشعب، ولكل واحد في مصر له الحق ان يعرف هذا الشق الاقتصادي، لان مفيش داعي لسريته.
لا يتعلق بالامن القومي. رؤيه حضرتك لبعض يعني التصريحات في استباق ان الانتخابات القادمه مزوره؟ ده جه من طبعا ال 600 بلاغ في انتخابات مجلس الشعب، جه من القضيه الخطيره جدا اللي عملها الدكتور ابراهيم كامل من سرس الليان بخصوص ان بعض الناس كان معاهم لحد 30 بطاقه، جه من المنقبات اللي بيخش اكثر من مره، والكلام ده كله يعني زي ما تقولي حضرتك هناك مؤشرات بتخلي الواحد يخاف. ثم ان الانسان لما يخاف يعني حرص ولا تخون. شفنا النهارده دفتر كامل تم تسويده لاحد المرشحين. ممكن، ما ده هيحصل وهيظل يحصل، لان ما احناش نتعامل، لا احنا نتعامل مع ملائكه. امتى يبقى الكلام ده مصيبه؟ لو جهه رسميه مشاركه في هذه المصيبه. لو كان يعني الشر بره وبعيد حد من المسؤولين عن اتمام العمليه الانتخابيه مشارك. كيف ترى لو شعب في شعب فاحنا نتوقع ذلك، ما احنا فينا فاسدين كتير. طيب وكيف ترى تاثير المال على طبعا الانتخابات الرئاسيه في مصر؟ مصيبه طبعا. يعني انا اعرف احد المرشحين اللي انا يعني بتشرف بان ادعمه، كل ميزانيه حملته لم تتعدى 4 مليون جنيه. بس انا لما بشوف برضو اليفط اللي كان في يوم من الايام مكتوب عليها بيبسي كولا وبيبسي وبتاع، والنهارده عليها اسماء ضخمه جدا، يعني متهيألي في ناس صرفوا مئات الملايين او يتعدى ال 100 مليون، وبقول لك واحد تاني اهو. طيب ده بيدفعني ان انا اسال حضرتك تقييمك بقى لاداء اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه. اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه لازم ان تطبق القانون، والنهارده المستشار سلطان والمستشار بجاتو اكدوا انهم هيطبقوا القانون، بس يطبقوه بقى. الدعايه الانتخابيه في الصمت الانتخابي، الدعايه امام اللجان، استخدام المساجد والجوامع، والصرف اكثر من 10 مليون، ده لازم يجي تحت طائله القانون. ولو لم يتم ذلك الناس هتفقد الثقه. احنا شفنا احاله بعض المرشحين، بس بعد كده لا، ما في الاخر برضه احالتهم للنائب العام، والنائب العام يعني هيعمل ايه يعني النائب العام؟ يعني المفروض يبقى اللي غلط يتشال. وشفنا قانون برضو بتخفيض العقوبه في مجلس الشعب الى غرامه ماليه. طبعا، لان هم يعني ما سبق الاصرار والترصد يا استاذه. دكتور ممدوح، ما تنكشنيش. دكتور ممدوح، لو اتكلمنا عن ان هناك البعض بينادي بان هذا اليوم اللي بنشهده الان يعني يسمى فيما بعد بيوم الشهداء، شهداء ثوره 25 يناير. اولا طبعا الشهداء هم اعلى درجه في الثوار، ثم المصابين، ثم الثوار الباقيين. دول هم اللي دفعوا الثمن في تحرير الاخوان والجماعات والسلفيين من السجون وانطلاقهم للحياه العامه، وفي تمكين الشعب المصري ان يحكم نفسه بنفسه لاول مره في تاريخ البشريه. طبعا ده شيء هيتكتب في التاريخ من المحللين والمؤرخين. ولكن المشكله بقى يا فندم الاخطر هو احنا موقفنا ايه النهارده من الاخطار اللي حوالينا. احنا هنفرح ان احنا هنختار رئيسنا، لا واحده واحده، فرحانين، احنا هنخش في الموقف او الشكل العالمي ورؤيه على المواضيع، لكن احنا بناخد الشهداء. انا بقول لحضرتك الشهداء هم اعلى قيمه عندنا في الثوره. الرئيس القادم هل متوقع ان هو ان شاء الله ممكن ان هو يعمل شيء او يدعم الشهداء يعني اقصد اسر الشهداء بطريقه اكبر في ظل امكانيات متضائله؟ يتوقف اني تيار جاي. لو جه تيار الحكم التقليدي وسبقه الخبره السابقه لا اتوقع انهم يعملوا حاجه. لو جه التيار السياسي المتأسلم مش هيعملوا حاجه، لانهم جم في مجلس الشعب وخطبه الاستاذ الدكتور سعد الكتاتني قال في رقم 3 في كلامه دم الشهداء. عملوا ايه بقى سيادتهم في دم الشهداء؟ ولا حاجه. انما لو جه التيار الثوري انا متاكد هيتعمل لهم ما يمكن ان يبقى قريب لما يستحقوه. الشهداء
انا اشتغلت معاهم فتره طويله وشفنا، يعني انا مثلا كنا في اسيوط مره، فالست بتقول انا ابني بيشتغل في مصر وكان بيبعت لنا قرشين نعيش بيهم، ده ابننا الوحيد. يعني المجلس الشعبي لما اقر 100,000 جنيه لاسر الشهداء ما كانش كافي. ايه 100,000 جنيه ده يا فندم؟ 100,000 جنيه دي تكريم ابتدائي. ايه التكريم الامثل من وجهه نظر حضرتك؟ مليون جنيه لكل شهيد. ايه التكريم الامثل من وجهه نظر حضرتك؟ لا، تكريم 100,000 جنيه ده تكريم مؤقت. حضرتك قلت ابتدائي. وانا كاتب كده وقدمت الكلام ده يوم 19 يوليو للسيد المشير طنطاوي. ايه بقى التكريم الامثل؟ يبقى تم التكريم بالفعل. التكريم الامثل هو عمل نصب تذكاري عظيم عليه جميع الاسماء. نمرة 2 مليون جنيه لكل اسره. نمرة 3 عمل لجان لتوجيه المليون جنيه كيف يمكن الاستفاد منه في الاسره عشان يبقى فيه دخل دائم. واللي فقد بصريه 800,000 جنيه. واللي فقد عين نص مليون جنيه. والباقي حسب العجز. طيب، تقييم حضرتك للوضع الامني اليوم؟ بيسوء. كميه السلاح اللي داخله مصر دي لازم نبص لها من وجهه نظر تانية خالص. هو لو كان واحد بيهرب له فرده او فردتين بشويه ذخيره هنقول تجاره. انما عربيات محمله بكميه رهيبه من الاسلحه دي مش تجاره. طيب، ده استعداد لحدث طيب ممكن يكون سيء جدا في مصر. دكتور ممدوح، هل بتربط دخول هذه الاسلحه بالقوى السياسيه اللي حضرتك ذكرتها من قبل اللي باعت دم الشهداء؟ والله احنا ندور مين من الفرق اللي موجوده على الساحه اللي عندها ميليشيات. ولازم نتاكد الا تصل هذه الاسلحه لايدي الميليشيات. ودي مهمه القوات المسلحه، ولازم سياده المشير طنطاوي يدي تعليمات واضحه وصريحه. ومهمه القائد الاعلى للقوات المسلحه القادم، واعتقد ان دي هتبقى مواجهه قويه جدا للرئيس القادم. ده لازم من الان اللواء حمدي بدين يمشط القرى. بعد ما تعملي، انا قدمت مشروع في اغسطس للواء حسن الرويني. قلت له تشكل لجان لشراء الاسلحه من الناس في خلال 3 اشهر، وبعد كده عقاب خطير جدا للي معاه سلاح بدون رخصه، وبالذات اللي معاه آلي ونص آلي بندقيه او مدفع. يعني دي نقطه. وشفنا مناشده بتسليم الاسلحه ثم بعد كده تغليظ العقوبه ومطالبه بتغليظ العقوبه، بس الى الان الاسلحه متواجده لاهداف اخرى زي ما حضرتك ذكرتها. واحنا بنتكلم عن الوضع الامني بنتكلم عن ايضا الوضع الامني الخارجي، فالرئيس القادم امامه تحديات كثيره جدا بالخارج. دي اهم نقطه يا هانم، دي اهم نقطه، ودي اللي بتؤرق الانسان الى ابعد الحدود. يجب الا ننظر لمصر بمنعزل عما يحدث في العالم. فمثلا في الثمانينات كان احد يتوقع ان الاتحاد السوفيتي هيتفكك؟ بعد جورباتشوف ما جه وعمل البرسترويكا اللي هي اعاده الهيكله الاقتصاديه في البلاد. ثم بدا في الجلاكسنوست اللي هي المصارحه والمكاشفه والشفافيه. حصل ايه بعد كده؟ انهيار الاتحاد السوفيتي وتقسيمه، والبلاد اللي كانت تبع الاتحاد السوفيتي راحت فين؟ بقت تابعه للغرب في معظمها. وعلشان هيلمت كول يضم المانيا الشرقيه والغربيه مع بعض اضطر يسال امريكا وروسيا وانجلترا، يعني العالم متدخل حتى في وحده الالمانيتين. حد كان ممكن يتوقع ان العراق اللي لسه طالع من الحرب مع ايران يهجم على الكويت ثم ينهار العراق؟ حد كان ممكن يتوقع في السبعينات ان الفلسطينيين هينقسموا وغزه تعزل؟ حد كان ممكن يتوقع ان بعد ما تطبق الشريعه الاسلاميه في السودان تنقسم وتخلع جنوب السودان؟ توقعاتك مستقبليه. هل حد يتوقع ان توقعاتك المستقبليه يا دكتور؟ في هناك تقسيم، يجب ان نستعد أنا متوقع بعد ما
قلت لك الشريط ده كله، واحتمال تقسيم ليبيا وجاري تقسيم اليمن، وبص حضرتك والسودان اتقسمت، وبص اللي بيحصل في سوريا. فاحنا لازم نكون واعيين كويس جدا جدا ونعمل الخطه المعاكسه. حينما كان يذكر البعض هذا للثوار كان دايما بيتهم بأنه ضد الثورة وأنه من الفلول وأنه يهدد فقط للسيطرة ولا للتخويف. تقسيم مصر. انا قلت لحضرتك رايي، انا مش ليش دعوه. انا عاوزه تعليق حضرتك على اللي لا كان ولا الثوار جزء كبير جدا من الثوار، وقلت له كلام في وشهم وفي مكتبي وفي كل حته، فاقدين للرشد السياسي. طبعا هم ايه المظاهره؟ فاقدين للرشد السياسي. طبعا هم ثوار بس. انما ما عندهمش الخبره، ما عندهمش، مش قادرين يشوفوها. يعني هي دي الحقيقه يعني. طب بسيطه، اين جيش العراق؟ بح مظبوط. فين جيش ليبيا؟ خلص. طب لماذا حملت؟ فين جيش اليمن؟ دكتور ممدوح، فين جيش سوريا؟ لماذا حملت يعني المجلس العسكري كل يعني المسؤوليه في احداث العباسيه الاخيره؟ معلش ده سؤال يمكن مش في الانتخابات بس يعني. انا لماذا حملت لهم المسؤوليه؟ لا انا قلت المسؤوليه بتاعه الضرب على المجلس العسكري، انها مسؤوليه الناس تروح قدام وزاره الدفاع، دي مسؤوليه حازم ابو اسماعيل، ويجب في يوم من الايام يسائل عليها. انما انا كوزاره دفاع ودول متظاهرين قدامي، يجب الا اسمح باعتداء عليهم. طيب الرئيس التونسي اليوم صرح على موقعه في تويتر ان الانتخابات التي تشهدها مصر الان والساعات القليله ستغير خريطه الوطن العربي. يعني هو في نقطه مهمه جدا، هي يعني انا ليا اصحابي في الوطن العربي كله، لان انا من المؤمنين بالقوميه العربيه. فبيقولوا لنا يعني مثلا واحد من الخليج بيقول احنا اغنياء قوي والخير ربنا كتير بس نفسنا مكسوره. بقول له ليه؟ قال لي ما عندناش كرامه، وكرامتنا مش هترجعها لنا غير مصر. انا برد بقول لك القصه دي اتقالت لي يعني من اكثر من ناس من المناطق العربيه. كرامه الانسان العربي مش هيرجعها تاني مره تانيه لو كان هناك كرامه الا مصر. ومن هذا المنطلق بالفعل لو مصر مشيت صح وجبنا رئيس جمهوريه منتخب بدون تزوير، لا تزوير قبل الصندوق ولا تزوير بعد الصندوق، وجه رئيس جمهوريه التزم بمبادئ الثوره، سوف تتغير الوطن العربي. المراقبون الدوليون في الانتخابات المصريه وايضا الكونغرس الامريكي اليوم اعلنوا ارتياحهم عن طبعا مباريات الكونغرس الامريكي، مباريات الانتخابات، وانها يعني لا تشهد حجم التزوير اللي كان متوقع. لا هو طبعا واضح ان العمليه فيها نزاهه جيده، ولكن التزوير اللي انا بقصده هو تزوير قبل الصندوق. ان انا اسمح بمخالفات وخروقات قانونيه، ان استخدم الجوامع، ان انا استخدم ازازه الزيت وكيس السكر، ان ادفع 100 جنيه، ان ابعت ناس تخبط على البيوت وتلم البطايق ب 200 جنيه. هيرجعك تاني لامريكا، لان الرئيس القادم مفروض عليه ان هو هيتعامل وهيبقى هناك علاقات مصريه امريكيه ولا ايه؟ مصريه امريكيه بس؟ مصريه مع كل بلاد العالم. مصريه امريكيه. انا ليه اميز العلاقات المصريه الامريكيه بالذات؟ لانها اقوى دوله. طب يعني ايه؟ هي مميزه بقوه الدوله. لا يا فندم معلش، هي ايران دي مش بلد وعايشه دلوقتي وقطع علاقتها بقى 30 ماتت؟ لا قويت. انا لا احبس ولا اقتنع ان انا اميز علاقتي الخارجيه بالقوه. اميز علاقتي الخارجيه بالمصالح المشتركه. المصالح المشتركه هي ستميز العلاقه ايضا في الصراع العربي الاسرائيلي؟ لا، في نقط هنا اسمها امن قومي. الامن القومي فوق اي مصالح ماديه او مصالح يعني هنا بقى اقتصادية. مش هتبقى فيه مصالح. لا، الامن القومي امن قومي يعلو فوق اي مصالح. الامن القومي بتاعنا هو سيادتنا على سيناء، هو ارجاع ايلات، هو اعاده علاقتنا بافريقيا،
تأمين منابع النيل، هو تأمين حدودنا الغربية في بلد أصبحت تحت حكم الناتو أو تحت تأثير الناتو اللي هي دي ليبيا. حرب يا دكتور اللي انت بتقول عليها دي في ظل موارد قليلة جدا واقتصاد مضطرب. يا فندم أنا مش موافق حضرتك على الموارد، احنا بلد فيها موارد لو ما اتسرقتش. في حالة عدم استقرار سياسي لا نسيب الاقتصاد. لا يا فندم، مصر كلها بتبقى فيها استقرار سياسي كالجرانيت في حالة الشعور بالخطر الخارجي. مصر كلها بتتحد في حالة يعني كل اللي انت بتشوفيه ده، كل الناس اللي انت بتشوفيهم دول هياخدوا بعض ايدهم في ايدين بعض طالما في خطر خارجي. فانا لا في مواجهة الامن القومي انا متأكد ان اي عدم استقرار سياسي هيذوب، وانا متأكد يعني في ظل الرئيس القادم ان هو سينحي لا الرئيس السابق سيجد القادم، انا مش دعوه بالسابق. الرئيس الرئيس السابق كان بيتابع مش هيبقى عنده مشكله فيما يخص الامن القومي المصري من جميع الفصائل سوف تتحد. طيب من وجهه نظر دكتور ممدوح حمزه، اي الانظمه الاصلح لمصر، البرلماني ام الرئاسي؟ الرئاسي بالطبع. لان البرلماني تتوه فيه المسؤوليه. احنا عاوزين برلمان يشرع وسلطه تنفيذيه تنفذ وسلطه قضائيه مستقله. هو ذا الامثل في مصر حتى تتضح الحقائق للشعب المصري. تشريع، تنفيذ، قضاء وعدل، 3 سلطات منفصله هي الاحسن لمصر. على فكره اول ما قامت الثوره واول منشور نزلته في الميدان قلت نطالب بحكم برلماني، وانا ما كنتش فاهم. فقعدت مع الدكتور ابراهيم درويش، وانا قعدت مع نور فرحات، وبعدين قعدت مع ناس قضاء جابر نصار، وبعدين تهاني الجبالي، وفهمت ايه اهميه ان يكون هناك فصل ما بين السلطات. مش بعد يعني نتائج الانتخابات البرلمانيه يا فندم؟ مش بعد نتائج الانتخابات. لا ده في الشهرين الاولانيين. انا اول منشور نزلته الميدان يوم 29 يناير كنت بنطالب فيه بنظام برلماني. طيب ولكن بعد ما كتبت الكلام ده حصل مناقشات، ما فيش شهر وبتاع عرفت ان البرلماني لا يصلح لمصر الان. طيب هل مع اطلاق اسم الرئيس الجديد لمصر ستنتهي الحاله الثوريه؟ لا، الحالة الثورية تستمر يمكن كمان 4 سنين. هيبقى في لحد الرئيس القادم والبرلمان القادم هيبقى في ترقب من الشعب، والشعب كله هتلاقيه ثوار في حالة انحراف أي سلطة عن المسار. لما حصل إن إخواننا في البرلمان انحرفوا بالسلطة وتم تكليفهم من الشعب المصري باختيار جمعية تأسيسية، راحوا اختاروا نفسهم. الشعب سكت، قام. لو جه رئيس الجمهورية وعمل أي انحراف بالسلطة الشعب هيقوم عليه. طيب احنا يعني طبعا بنعتذر لحضرتك وبنعتذر للسادة المشاهدين ان ضاع مننا تقريبا 40 دقيقة من اللقاء بسبب طبعا طول الفترة الإخبارية، لكن سؤالي الأخير اللي بوجهه لحضرتك، بتقول ايه للناخب اللي ما نزلش النهارده ومفروض ان هو ينزل بكرة؟ أخي المصري، انزل ادلي بصوتك وتذكر ان صوتك يجب ان يكون للثورة اللي حررت مصر من الاستبداد، اللي حررتنا من التوريث، اللي رجعت لنا ثروتنا. ادي صوتك للثورة اللي هتكمل المشوار لصالحك وليس لها اطماع اخرى. متوقع ان يبقى في اعادة؟ طبعا ان شاء الله. دكتور ممدوح حمزه، انا بشكر حضرتك جدا على تواجدك معنا في مباشر من مصر. جدا يا استاذ. مشاهدينا في كل مكان، دايما رهنا على الشعب المصري لانه فعلا بيثبت دايما ان القوة فعلا المصرية هي اللي في ايديه هو، وممكن يحرك كافة الامور في كافة الاصعدة. شكرا والى اللقاء.